السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، فيديو خاص لطلاب الصف الثالث الثانوي. خلينا متفقين في البداية ان بنسبة كبيرة الامتحانات ان شاء الله تقام في موعدها اللي هو يوم 21. وخلينا متفقين برضو ان احنا اتفقنا سواء في الجروب او سواء هنا على القناة ان احنا هنذاكر او طلاب او انتوا هتذاكروا وهتشدوا حيلكم وهتعملوا اللي عليكم عشان تقدروا تجيبوا المجموع اللي انتوا بتحلموا بيه، او ايا كان سواء الامتحانات اقيمت او ما اقيمتش تكونوا عملتوا اللي عليكم، زي برضو ما قلنا في الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه عن الموضوع ده قبل كده. لكن اللي انا حابب انوه عليه او اللي انا حابب انقله لكم بس او اخليكم في الصورة او اخليكم عارفين، مش بعلقكم بامل زائف او اي حاجة، بس محامي الطلاب او المحامي الموكل في قضية الثانوية العامة وفي قضية تأجيل الثانوية العامة حفاظا على ارواح الطلاب او ما الى ذلك موكل من اولياء الامور او من بعض اولياء الامور، وعلى حد كلامه ان 97% هم اللي موكلينه او 97% من عدد معين هو اللي موكله للدفاع عن حق الطلاب او حق طلاب الثانوية العامة في تأجيل او في التأجيل لامتحانات الثانوية العامة لحين انتهاء الأزمة، وده حفاظا على الأرواح. المحامي اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده هو دكتور عصام الطباخ تقريبا، رب اكون افتكرت اسمه صح. هو رافع قضية بتوكيل طبعا من اولياء الامور او من بعض من اولياء الامور ضد وزير التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لحين انتهاء ازمة كورونا، وده حفاظا على الارواح. وكان صرح دكتور عصام الطباخ ده وقال ان نسبة نجاح القضية تخطى 80% او نسبة نجاحها او انه يفوز بيها كبير جدا. طبعا هو هوجم بشكل كبير جدا من الطلاب اللي عايزين الامتحانات تقام في موعدها عشان يخلصوا ويرتاحوا، وانا بصراحة معاهم مع الطلاب دول وانا كمدرس او كده فاهم احساس الطلاب في الفترة دي بيبقى عامل ازاي او بيبقوا حاسين بايه، فعايزين يخلصوا ويشيلوا الهم ده من على دماغهم ونجحوا نجحوا ما نجحوش. انا عارف هم بيفكروا ازاي في الفترة دي، بس ما علينا يعني. بغض النظر عن انه هوجم كده، برضو في اولياء امور بتسنده بشكل كبير على انه يستمر في القضية دي ويكسبها، وزي ما هو صرح وقال ان القضية ناجحة او كسبانة بنسبة 80%، خصوصا بعد اخر مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي. النطق بالحكم في القضية دي هيكون خلال ايام قريبة جدا، واول ما جديد في الموضوع ده او في القضية دي انا اول واحد ان شاء الله هطلع اتكلم فيها. ممكن الثانوية تتأجل، ممكن كل شيء وارد، ممكن ما تتأجلش تقام في موعدها، وده الاحتمال الاكبر واللي انا بقوله لكم، مش بعلقكم بامل زائف وبقول لكم انها تتأجل، لا، ذاكروا، اعملوا اللي عليكم، اعملوا مجهودكم، كل حاجة. كلا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، محدش هيجرى له حاجه الا اللي ربنا كاتبه. بس انا حبيت احطكم في الصوره واقول لكم ايه اللي بيدور او ايه اللي بيحصل. القضيه هيتم النطق فيها خلاص خلال ايام. دكتور عصام الطباخ بيراهن على ان القضيه بتاعته ناجحه بتاجيل امتحانات الثانويه العامه لاجل او لحين انتهاء ازمه كورونا، بسبب انها تحولت الى قضيه انقاذ ارواح. ده كان كل حاجه انا حابب اقولها في الفيديو. لو عندك استفسار او سؤال او عندك اي كلام نفسك تقوله او راي نفسك تقوله احنا هنسمعه اكيد ولازم يوصل، يا ريت تسيبونا في الكومنتس. كمان لو انت اول مره تشوف القناه يا ريت سبسكرايب او اشتراك عشان تتابع كل حاجه جديده او تتابع كل طرق المذاكره والمناهج لو انت عايز او حابب تتابع معانا وتنضم لنا. تفعيل زر الجرس هيضمن لك ان كل حاجه توصل لك اول باول. الجروبات بتاعتنا اللي هننزل عليها التنسيقات ان شاء الله في المستقبل، وهننزل عليها كل الاراء كمان هننزل عليها معلومات عن بعض الكليات وكده تحت في الديسكريبشن. نشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.